والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعينا الأساطير؟ اليوم رجعنا في فيديو جبار. نعم يا شباب، من جبار وأسطوري. اليوم يا شباب راح أحكي لكم بعض اللاعبين الذين راح ينزلوا غدا، وراح أعطيكم كمان إجابة حدث حكاية وطن في قسم حدث في قسم المكسيك. نعم، في القسم الثاني من حدث حكاية وطن. وقبل البدء شباب لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. والقناة هذا يا شباب جديدة، وكمان انتم عارفين انحذفت علي الأولى، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله يا شباب. نعم، أنا الحاصل هذا قناة جديدة. أنا واثق فيكم إن أنتم راح تتعبون وتفعلوا المستحيل حتى نوصل إلى أكبر عدد مشتركين إن شاء الله، وتفاعل في هذا القناة أحسن من الأولى. ويلا بنا إلى الفيديو، لازقوا. ومبدئيا يا شباب معانا الدفعة الثانية من حدث دوري أبطال أوروبا. نعم يا شباب، هنا معانا نازل جارث بيل وبعض من الهيرو اللاعبين الأساطير. وكمان معانا يا شباب تيبو كورتوا والفاريز راح ينزلوا معانا بكرة غدا في الدفعة الثانية. وطبعا يا شباب شوفوا هذا جارث بيل، متطلبات جارث بيل لاعب 116 من حدث دوري أبطال أوروبا ولاعب 117 كمان حتى تجيبه. هذا أسطورية، بس إذا يعني معك لاعب 117 مكرر فيك تجيب جارث بيل ولاعب كمان مكرر 116، لأني غالي 116 أفرط فيهم وأجيب جارث بيل 101 لاعب 117. بس يلا يا شباب، ما معانا لا الحاصل، هكذا هي شركة أما يا شباب معانا كمان بكرة نازلين لاعبين من حدث حكاية وطن في قسم إنجلترا، منتخب إنجلترا. وهو نازل يا شباب معانا جيرارد وروني وجود بلينغهام وفولفودين وكمان راشفورد وأساطير يا شباب جدا. قدوة يوم مميز لي صراحة، يعني حكاية الوطن راح ينزلون منتخب إنجلترا ولاعبين أسطوريين جارث بيل، يعني أساطير قدوة نازلين معانا، لاعبين من المعدومة ما شاء الله. بس الصراحة قدوة بكرة من الساعة 4 أول ما ينزلوا حدث طرق كل واحد يفتح ويلعب المهام ويرفس لك أما يا شباب في نهاية الفيديو راح أجيب لكم إجابات حدث حكاية وطن في قسم المكسيك. نعم يا شباب، أول شيء عندكم آخر حاجة كي وجعي ورجع بي على ما أظن وبي. هذا يا شباب جواب حدث حكاية وطن في قسم المكسيك. إن شاء الله إن استفدتوا يا شباب من هذا الفيديو اليوم. ولا تنسوا ما تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. وأهم شيء يا شباب اليوم راح نوصل هذا الفيديو إلى عدد كبير من اللايكات والمشاهدات. وفي أمان الله يا شباب، استودعكم الله، بنلتقي في فيديو آخر. كان معكم يونس الشضاري، في أمان الله.